مرحبا. يلي بيقرا منشوراتك وبيسمعك بيقول الامور كلها بسوريا بخير. يلي بيشوف السوريين شو عم يكتبوا وشو عم بيحطوا على مواقع التواصل بيشوف قمامه ونفايات بالطرقات، كهرباء فواتيرها غاليه، مياه لها كذا يوم مقطوعه وطالعه الصرخه، طوابير بنزين وازمه بنزين. فليه هيدا الانفصال بين اللي بتكتبه وبين الواقع اللي عم نشوفه من خلال منشورات السوريين؟ اولا منشورات هدول اللي عم تقراها، هدول كل اللي هزمناهم في المعارك هزيمه شنيعه، يعني فلول النظام وكل شيء كان بده يقلب العهد الجديد، كل شيء كان عمال يبيدنا نحن الاغلبيه، كلهم صاروا جيوش الكترونيه. يعني اللي كانوا يقلعوا عيون الناس، اللي كانوا يعذبوا بصيدنايا، لا صاروا موجودين على السوشيال ميديا. الكهرباء انا كنت ادفع في البداية يوم اللي استلمنا العهد الجديد 2,000,000 ليرة، هلا عم بدفع ربع مليون. كنت ادفع للقطاع الخاص 2,000,000 ليرة، هلا عم بدفع ربع مليون للدولة. بالنسبة للزبالة، في ناس زبالة وفي ناس بدها تعليم، وفي في ناس بتدور على الزبالة هي زبالة. نحن أنا بشوف إنه نحن كنا نبات وقفت إبادتنا أهم من الزبالة وأهم من الكهرباء. حتى لو ما عاد في كهرباء أنا رضيان. كنا نبات نحن الأغلبية العربية السنية وتوقفت إبادتنا. كنا نقصف ليل نهار. القصف ولا الزبالة؟ لا، الزبالة. بس هي في الواحد آه، يعيش بدون قصف بدون زباله، يعني ما ضروري مش ما عم الخيار تزبط. او ما عم قصف تزبط. بشار الاسد او ما عم تزبط. سوء الخدمات الواقع اليوم. في ما عم الواحد تزبط. يعيش بدوله كمواطن محترم حقوقه، عنده واجباته تجاه الدوله، بس كل حقوقه وحاجاته يا مؤمنه. قصف يا قصف وإبادة وحكم علوي من أبشع ما خلق الله، من أبشع شيء مر على سوريا بال 12,000 سنة. يا زبالة، أنا رضيان بالزبالة. هذا إذا كان مضبوطة حكاية الزبالة. أنا جنبي ما في زبالة، ما شفت بس زبالة. بس اذا عم بتجول بالمدن السوريه عم نشوف المشاهد مطرح ما إذا كان، يعني إذا ما يوم إذا الصبح كنت ما عم شوف مشاهد من نهر عايشه، إذا انه عندك نص الطريق. إذا عندك كاميرا وقلب أسود بتشوفهم، بس إذا عندك قلب أبيض طبيعي وما عم بتدور على الزبالة ما بتشوفها. في زبالة، في زبالة وفي أخطاء من الناس كثيرة، وفي يمكن تقصير من الدولة. بس أنا قصف وتعذيب وحكم طائفي همجي وحكم حزب الله ولا الزبالة؟ زبالة. كهرباء بتجيني ساعتين ببلاش ولا بتجيني 20 ساعة أغلى شوي، أغلى كتير. الكهرباء الغالية، بدي كهرباء، بدي كهرباء، واجتني الكهرباء. حلينا مشكلة الكهرباء، وما كان ممكن نحل مشكلة الكهرباء وتبقى ببلاش، ما كان ممكن. بس سؤال هون بهيدا اللي عم تحكيه، ليه عم بتحط الفرضيه انه يا بده يكون في شعب عم ينقتل، يا بده يكون الشعب لا يعيش بادنى مقومات العيش المطلوبه، اكين بيئيا، اكيد من الخدمات، اكين بالبنى التحتيه؟ ليه بس هذا حاطط كله افتراض الفرضيتين؟ منك. ليه ما هذا بيكون كله ليه ما افتراض بيكون منك. المطلب انه يكون في دوله تحقق مطالب المواطنين، بتامن الاحتياجات، بترعى وبتقوم بدورها بحمايه المواطنين، وما بتكون بس عايش انه بس على هاجس انه خلص سقط الاسد ولن يعود. يعني ليه ما بتطوي هيدي الصفحه ما راح وبتبلش اطويها، تسال اليوم شو راح يصير؟ ما راح اطويها، راح اضل حتى اموت واوصي اولادي واحفادي. ما تنسوا انه حكمونا العلويين وكان حكمهم اسوأ شيء من 12,000 سنة، وانه كان في تحالف اقليات لابادتنا واقترب من تحقيق هدفه. بس سؤال، من حكمكم هم الاسديين او الاسديون لغويا، هم فريق من السلطه تحكم بالنظام وهن كانوا ماسكين زمام الامور. كان بشار الاسد وقبله حافظ الاسد من الطائفه العلويه، ولكن كان في شخصيات سنيه هي الموجوده، وهي لا كانت كمان قيمة موجوده لها، لجانبه. كيف لا؟ لا قيمة لها، لا قيمة لها مطلقا. ما كان في ولا واحد مسيحي ولا واحد درزي ولا واحد سني له قيمة في النظام السابق. كل أصحاب الأمر والقرار كلهم بنسبة 100% من العلويين. هو نظام طائفي، وكل الذين قتلهم أبادهم حاول إبادتهم ونجح بنسبة 50% كلهم سنة. كلهم علي اللي مملوك، لحظه، انضربوا علي مملوك شو طائفته؟ ما هو صاحب قرار.
ما هو صاحب علي قرار. مملوك ما كان صاحب قرار؟ لا والله، لا وحياتك. يعني ما لازم يتحاكم علي مملوك اذا هيك نفهم بده منك؟ يتحاكم، بده يتحاكم. ما منه صاحب واول قرار عم واحد تقول لي. ما صاحب قرار، منفذ، بده يتحاكم على قد على قد مسؤوليته. كل الذين اتخذوا القرارات كلهم علويين، كلهم بنسبة 100%. والمقتولين بالكيماوي 100% سنة، والمقتولين بالبراميل المتفجرات، والبرميل المتفجر كل واحد منهم جريمة حرب، كلهم سنة. البراميل المستهدفين البهدلة والعذاب والاستبداد لكل السوريين، الإبادة فقط للسنة، فقط حصرا. هيدا المنطق اللي عم وهذه تحكي فيه. جريمة طائفية، ما منطق، هذه حقيقة. هيدا أنا المنطق يلي عم أستاذ تحكي في فيه. القانون الدولي في أكبر جامعات العالم. بالقانون هو هيك. هذه جريمة طائفية، ارتكبت جريمة إبادة جماعية طائفية بحق العرب المسلمين السنة حصرا. يعني دروز اذا هيك ثاروا على النظام. مجازر الساحل بأذار ال25 ومجازر إيه. السويدة بتموز ال25 شو بتسميها؟ مجازر طائفية ايضا. بس هاي راح فيها 300 400 واحد، وبنفس الوقت هن راح في مسلمين سنة بنفس اليوم مجازر متبادلة صغيرة، أقصى ما يمكن بين 300 و 600 واحد. أنا ماني معقد مثلك. أنا لما شعبي، لما طائفتي بترتكب جرائم بقول ارتكبت جريمة. انا ماني معقد، بس انا بنظر أنت ما للإنسان بتقدر تقولها. كمواطن. أنت ما بتقدر تقولها. أنا لما جماعتي داعش، جماعتي أنا عربي مسلم سني، وداعش عرب مسلمين سنة، ارتكبوا كل الفظايا، ما عندي أي مشكلة أقولها. ليش أنت ما قادر ما بتطلع من تمك؟ حتى لو يفنى كل السنة السوريين ما رح تقول تم ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق السنة، ما بتقدر. أنا بقدر بسهولة. أنا لما الفرق بيني جماعتي وبينك، يرتكبوا طائفة، فرق كبير بيني وبينك. لا بس أنا لك الفرق رجل الأساسي، حقوق. أكيد فرق كبير بيني وبينك. أنا رجل حقوق وأنت رجل سياسة طائفي. لا بالعكس، هي لأقلك ليه؟ لأنه أنا لا أنظر للإنسان على خلفية طائفته، ولا أحمل طائفة تبعية ارتكابات. لا أحمل لا الطائفة السنية تبعية ارتكابات داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، ولا أحمل الطائفة العلوية وأنا ما مسؤولية حملت ارتكابات بشار العلويين. الأسد، ولا أنا عم بقول لك لا أقولب صار جماعة حكينا طائفية على بالموضوع أساس 1000 مرة. ارتكابات أفراد. صار حكينا 1000 مرة، وكل مرة بقول لك أنا ما عم بقول العلويون ارتكبوا إبادة بحق السنة، عم بقول لك علويون. وهذه القلة التعريف تفرق كتير. إذا بقول العلويون بدخل على الحبس حالا. إذا بقول علويون بكون عم بوصف الواقع. علويون ارتكبوا جريمة إبادة جماعية لمدة 54 سنة بحق مكون واحد فقط. ميزوا في التعامل بحق مكون واحد فقط. الدروز، أشقائنا الدروز، ثاروا على النظام، ما ضربهم بالكيماوي ولا بالطائرات ولا بالمدفعية ولا بالصواريخ. معاملة السنة شيء ومعاملة الدروز شيء ثاني. وإخواننا الأكراد ثاروا على النظام، ومعاملة النظام للعرب اللي ثاروا عليه غير معاملته للأكراد اللي ثاروا عليه. واضحة وضوح الشمس. بهذا المنطق يلي عم تحكي فيه، بهذا المنطق يلي عم تحكي فيه، قلت لي الدروز ثاروا على بشار الأسد والأكراد ثاروا على بشار الأسد. ما صار معنا. ليه لكن اليوم بعد سقوط بشار الأسد وتحرير سوريا من هذا النظام صار اللي صار مع الدروز؟ إذا هيك بحكي لك ليش. لأنه في واحد اسمه حكمة الهجري، جاسوس إسرائيلي، بده يرجعنا لحكم الأسد، بده يرجعنا لحكم الإبادة، بده يمنع السوريين المحررين من التحرر. جمع كل المجرمين تبع النظام وجمع وتحالف مع نتنياهو. مين أبشع اثنين في التاريخ كله؟ بشار والنتن. هو مع الاثنين اللي هن أبشع شيء في الوجود، وضد إنه نتحرر، ضد إنه نتحرر، واضح تماما. اليوم شو بنعمل له؟ بنقول له معلش يا حكومة، معلش يلا مثل ما بدك. هذه جريمة حكمة الهجري واللي معه. وطبعا في معنا دروز كتير رافضين لحكمة الهجري، وحكمة الهجري عم يقتلهم. كل درزي وطني عم يقتلوا حكمة الهجري. تفضل. بدي ارجع للسؤال الاساسي اللي بلشت منه الحلقة عن الواقع المعيشي اليوم بسوريا.
امسكها اوعك تتركها، امسك بالزباله، اوعك تفوتها فرصتك الوحيده، لانه الامور الثانيه مش كلها الوحيده، مضبوطه. في زباله، في كهرباء، في طوابير بنزين، لا في لا مواطن الكهرباء انحلت، الكهرباء انحلت. فاتوره الكهرباء. ايه كان تجيني كهرباء ساعتين، هاي الحيطان بتشهد، لو فيها تحكي بتحكي. هذا البيت انا لما رجعت لسوريا بعد سقوط النظام كانت تجيني الكهرباء ساعتين وبلاش، وهي ايه بلاش صدفه لانه العمله منهاره، يعني مو بسبب بفضل النظام. كنت ادفع 2,000,000 ليره على كهرباء القطاع الخاص على الامبيرات، هلا بدفع للدوله 250,000. انا انحلت مشكله الكهرباء وعم بدفع ربع ما كنت ادفعه، ربع ما كنت ادفعه. وكل اللي بيحكي لك عن الفواتير الملايين، هي فواتير عن شهرين واربعه وسته وثمانه، بدك او تشوف ناس ما رواتب بتعرف كيف السوريين شو تستهلك. هي اساسا، بدك تشوف الرواتب اللي عم يتقاضوها تكرم الموظفين عينك، بسوريا قد ايه. كانوا لما كان صاحبك حاكمنا كان ياخذ اول شيء منه صاحبي، $30. اول شيء منه حبيب صاحبي، قلبك وانت ولا حبيب تخدمه، قلبي ولا بحبه. والله تخدمه أكثر من أقرب الناس إليه، تخدمه بإخلاص. أنا مستغرب لا منك. بخدمه ولا هم بإخلاص، بإخلاص لا وإتقان. بخدمه ولا هم برافو يخدمه. عليك. تعرف أنا اللي بيخدموه مين؟ بقدمك نموذج، اللي بيخدموه هن أنا يلي ما بيبنوا نموذج عن سوريا إيه. يكون عن جد دولة مواطنة، دولة إيه. تعطي الحقوق لشعبها وناسها. هيدا اللي بيكون عم يخدم. قديمة أيه. وما له معنى، هذا الحكي قديم وما له معنى. وين كنا نحن عم نحكي؟ ضيعتني. كنا عم نحكي، كنت عم تحكيني، عم اقول لك عن الازمات المعيشيه اللي عم بتكون. قلت لك رواتب المعاش نسبه للفاتوره. سالتك عن البنزين جاوبتك. وعن النفايات. هيدي طيب شو الوضع بالنسبه لك؟ ما بتطالب اليوم انه في حكومه، في وزراء، في مسؤولين؟ انا ما عندي نفايات، انا عم بسمع منك، انا ساكن هون ما في نفايات. ايه فعم بسمع منك، عم نرجع الرواتب لما كان من تخدمه في سوريا كان الراتب $30. ايه هي بتحفظ عليها ومنا مزبوطه. ايه هيدا تضليل مثل التضليل المعروف. ايه ماشي الحال، بس الناس ملايين سوريين والله العظيم كاشفين الموضوع وبسهوله. وبعد ايش فيهم شو بدهم يعني ما بدها كثير، بدها 4 كلمات لحتى نعرف. كان الراتب وسطيا $30، هلا $180. وحاجات المواطن السوري ليعيش عيشه كريمه $500 و $600. ايه رفعناها من 30 بسنه ونص، نحن عم نحكي هلا 20 شهر، ارتفعت من 30 ل 180. لسه لنوصل لمستوى الحياه الكريمه كثير، لسه كثير. بين ال 180 وال 500 600 لسه كثير، بس ال 180 السؤال نابع من واقع. اذا هيك اتهمتني بالسؤال اللي سالته هو نابع من واقع، وهيك اعترفت فيه. بس انت عمال بتوقف هون. 180 ما بكفوا. طب قل لي وين كنا ب 30. من 30 ل 80 تقدم كبير كتير. وصندوق النقد الدولي قال لك سوريا تتعافى بسرعه، وهي السنه والسنه الجاي النمو في سوريا اعلى من كل دول المنطقه. صندوق النقد الدولي هيك بيقول، وانت بتقول شيء ثاني. ولا تؤاخذني يا صديقي، بدي اصدق صندوق النقد الدولي وما راح اصدق. بس شوف تقريره كامل لصندوق النقد الدولي، مش بس العنوان انه نسبه النمو. شوف تفاصيل شفته. وناقشه مع اقتصاديا. طيب انا ناقشته حرفيا، يقول حرفيا التعافي في سوريا متسارع، ونسبة النمو في سوريا ستكون هذه السنة 2010 من فئة الرقمين، يعني فوق 10% من سنة 26. والسنة الجاي نفس الشيء، وراح يكون النمو في سوريا أعلى من كل الدول. بس خليني ما أخليك تنجح بتضييع الموضوع. لا ما عم ضيع. نحن كان راتب الموظف لما كان حبيبك بشار الأسد أول شيء منه حبيبي، كانوا ما فيك تصنف منه حبيبي، ما فيك تصنف. انا بقول اللي بدي اياه، انت عم تصنفني مثل ما بدك وانا بقول تقول حدود الحريه هي بعدم الكذب وعدم الافتراء. وهيدا اللي عم تعمله هو اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انك تخدم بشار وفلول النظام اكثر من اعز الناس اللي بيشتغلوا عنده. انا اللي عم اقوله بكل حرف تقول. انا عم بسأل. تخدمه وتطعنا نحن الاغلبيه المبادله العربيه المسلمه السنيه طعن خناجر لا مثيل له في كل كلمة تقولها. أنا صحافي أسأل الأسئلة التي أستنبطها من الواقع وعم شوفها، وهذا حق كل صحافي، وأنت بتعرف هذا الشيء، حضرتك كنت صحافي، فهذا حق مقدس للصحافي.
السؤال هو واجب أن يطرحه الصحافي، تفضل. وهيدي من المسلمات، من المبادئ لا يمكن أن يتنازل عنها أي أحد. الصحافي لا شغلته تطبيل ولا شغلته تزمير، فالصحافي ولا عليه شغلته يشوف عم انتقاء يشوف واقع ولا شغلته ويسأل انتقاء أسئلة، والضيف ولا شغلته عليه انتقاء. يقدم إجابات